أول حاجة بقى نتكلم عنها النهاردة هي أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي، تكملة طبعا للجزء اللي اتكلمنا فيه في النص الأول من الدرس. لكن النهاردة هنتكلم عن أكتر من أهمية للوطن العربي بسبب الموقع الجغرافي. يبقى أنا عندي الموقع الممتاز للوطن العربي خلاله أهمية اقتصادية ممتازة، وكمان أهمية ثقافية، وكمان أهمية دينية. أول حاجة نتكلم عن الأهمية الاقتصادية. وأول ما أقول أهمية اقتصادية حبايبي أعرف إن أنا هتكلم عن التجارة أو عن مصدر يجيب لي فلوس فيخلي الدولة دي غنية. يبقى ده بالنسبة للأهمية الاقتصادية. طيب ايه يساعدني في التجارة؟ ايه الأماكن اللي عندي أقدر أتاجر من خلالها؟ طبعا يا إما عن طريق البحر، يا إما عن طريق أي مسطح مائي تاني في الوطن العربي. أنا عندي البحر الأحمر، وعندي في الوطن العربي البحر المتوسط، وعندي الخليج العربي. أنا أقدر أمشي بالسفينة في الثلاث أماكن دول، وأقدر أوصل من خلالهم للأماكن اللي حواليا أو للدول اللي حواليا وأتاجر معاها. كمان عندي ممرات مائية بحرية، ممرات اللي هي أصغر من البحر. عندي حاجة اسمها مضايق وهنتكلم عنها، اللي هي مضيق هرمز، وعندي مضيق اسمه باب المندب، وعندي مضيق اسمه جبل طارق، وعندي قناة السويس. الأربع ممرات دول برضو بيأدوا لي نفس النتيجة، بيقدروا يوصلوني لأي مكان أقدر أوصل له أو أتاجر معاه من دول الوطن العربي، أو سواء الدول اللي جنبي في القارات التانية. يبقى أنا كده عندي الوطن العربي بيشرف على مسطحات مائية 3: البحر الأحمر، عندي البحر المتوسط، عندي الخليج العربي. عندي كمان ممرات بحرية، عندي مضيق هرمز، وعندي مضيق باب المندب، وعندي مضيق جبل طارق، وعندي قناة السويس. المسطحات المائية والممرات البحرية الاتنين بيساعدوني في التجارة، او ان انا اقدر اوصل لاي مكان حواليا، سواء في قارة افريقيا او في قارة اسيا او في قارة اوروبا، وبالتالي هقدر اتصل تجاريا او حضاريا. احنا هنا بنتكلم عن تجاريا، يعني اهمية اقتصادية، لان انا قلت الاهمية الاقتصادية يعني التجارة. يعني انا لما استفاد من الممرات والمسطحات بتاعتي الموجودة عندي ومش موجودة في اي مكان تاني او في اي وطن تاني، اقدر ان انا تاجر من خلالها، او اقدر ان انا اتصل بالعالم الاخر، العالم التاني، من خلال المسطحات الموجودة عندي. يبقى انا لما اتكلم عن الاهمية الاقتصادية هقول ان الوطن العربي يشرف على مسطحات مائية مثل البحر الاحمر، البحر المتوسط، الخليج العربي. واقول ان انا كمان عندي ممرات بحرية: مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، قناة السويس. بستفاد ايه من الكلام ده؟ بعمل تجارة، يعني اتصال تجاري ما بيني وما بين الدول التانية. طيب نتكلم بقى عن المضايق ونشوف مكانها فين، وهنعرف مكانها على الخريطة. هنا عندي طبعا اول حاجة او اول ممر قناة السويس، وكلنا عارفين مكان قناة السويس على الخريطة. كلنا عارفين ان قناة السويس تربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط. تاني ممر عندي وهو مضيق جبل طارق. مضيق جبل جبل طارق. ده كده هنا مضيق جبل طارق. ده كده هنا مضيق جبل طارق. والمضيق ده ما بين دولة المغرب اللي هنا في قارة افريقيا، ودولة اسبانيا اللي هنا في قارة اوروبا، ما بين المغرب وما بين اسبانيا. طيب عندي المضيق اللي بعد كده وهو مضيق هرمز. ومضيق هرمز هنا مضيق هرمز. والمضيق ده بيصل ما بين دولة ايران ودولة عمان. هنا عندي دولة عمان، وعندي هنا دولة ايران. طيب عندي المضيق اللي بعد كده مضيق باب المندب. ومضيق باب المندب كده موجود هنا، باب المندب. والمضيق ده طبعا بيوصل دولة بدولة دولة جيبوتي بدولة اليمن. تاني بقى الكلام ده عشان ما نتوهش من بعض. انا كده عندي 4 ممرات بحرية بقدر اوصل منهم لاي مكان حواليا، زي قناة السويس، ودي بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط. عندي هنا مضيق جبل طارق هنا، واللي بيوصل دولة المغرب بدولة اسبانيا في اوروبا. عندي كمان هنا مضيق هرمز، واللي ما بين دولة عمان ودولة ايران. عندي كمان مضيق باب المندب، واللي ما بين دولة جيبوتي ودولة اليمن. دي كده ال4 ممرات مائية بتاعتي.
طيب الاربع ممرات دي بيترتب عليها ايه او بتفيدني في ايه؟ ما النتائج المترتبة على الممرات اللي عندي الاربعة؟ اول حاجة طرق تجارية، انا لسه قايلة ان انا بتاجر وبمشي في السفن عن طريق الايه الممرات اللي عندي او البحار اللي عندي. تاني حاجة بقى ان المميزات او الممرات اللي عندي دي اللي بتديني اهمية كبيرة خلت دول تانية تقدر ان هي تحط عينها على الوطن العربي وتحب ان هي تاخده وتسيطر عليه من كتر ما هو عنده ثروات من الممرات الموجودة دي. فهنقول ايه بقى؟ هنقول ان الوطن العربي بسبب الممرات دي اصبح مطمعا كل الناس عينها عليه وعايزة تاخده، مطمعا للدول عشان يسيطروا على الثروات بتاعته، لان احنا عندنا ثروات كتيرة قوي قوي قوي. الثروات دي جاية منين؟ جاية من التجارة اللي بعملها في الممرات الاربعة اللي عندي والمسطحات المائية اللي عندي. يبقى لو قالك ما النتائج المترتبة على ايه اللي بيترتب على الممرات اللي عندي، ماشي؟ هنقول ايه بقى؟ اول حاجة ان اصبح الوطن العربي من اهم الطرق التجارية، او اصبحنا نتحكم في اهم الطرق التجارية العالمية. تاني حاجة ان الوطن العربي نفسه بقى مطمع للدول علشان يسيطروا على الثروات الكتيرة اللي عنده. تعالوا بقى نتكلم عن الأهمية الثقافية والحضارية للوطن العربي. هنا مش هنتكلم عن التجارة، احنا هنا هنتكلم عن الأهمية الثقافية والحضارية، يعني الحضارة. فهنقول ايه بقى؟ هنقول ان الوطن العربي عنده حضارات كتيرة جدا، زي الحضارة المصرية القديمة بتاع أجدادنا الفراعنة المصريين القدماء، وعندي حضارة بلاد العراق القديم. عندي حضارات طبعا كتيرة جدا، لكن احنا علينا نحفظ الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. الاتنين دول بيدلوا على ان احنا عندنا اهمية ثقافية وحضارية. لو ما عندناش حضارات مش هيبقى لينا اهمية حضارية، لكن احنا عندنا حضارات كتيرة جدا من ايام الفراعنة لحد دلوقتي، واحنا عندنا حضارة معتزين بيها وبنشوف الاثار والتماثيل بتوع اللي قبلنا في الرحلات، ولسه موجودة الحاجات دي لحد دلوقتي وبنفخر بيها. اذا كده احنا عندنا حضارة عريقة. يبقى لو قالك اثبت لي او بما تفسر للوطن العربي اهمية ثقافية وحضارية، هنقول لأن قامت على أرضه كثير من الحضارات مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. طيب تعالوا بقى الأهمية الدينية للوطن العربي. الأهمية الدينية للوطن العربي، طبعا للوطن العربي أهمية دينية كبيرة جدا، لأن احنا أصل الديانات أصلا كل الديانات السماوية نزلت على أرض الوطن العربي، زي الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الإسلامية. الثلاث ديانات دول موجودين على أرض الوطن العربي ونزلوا في أرض الوطن العربي. كمان عندنا أماكن مقدسة، سواء الأماكن دي إسلامية أو مسيحية، لكن كلها أماكن مقدسة وعظيمة جدا، مثل الكعبة المشرفة في السعودية ودي من الأماكن الدينية المقدسة، وعندي كنيسة القيامة في فلسطين، وعندي الأزهر الشريف في مصر. طب الكلام ده بيقول ايه؟ بيدل على ان الوطن العربي عنده أهمية دينية كبيرة. يبقى لو قالك اثبت لي أو دلل أو بما تفسر للوطن العربي أهمية دينية، هتقول ان انا عندي 3 ديانات، يهودية مسيحية إسلامية، كمان عندي 3 أماكن مقدسة، كعبة المشرفة في السعودية، كنيسة القيامة في فلسطين، والأزهر الشريف في مصر. ده كده بالنسبة للأهمية الدينية. نراجع بقى تاني كده حبايبي اللي خدناه النهاردة ما اتكلمناش غير عن الأهمية الاقتصادية والأهمية الثقافية والأهمية الدينية للوطن العربي. وقلنا في الأهمية الاقتصادية إن أنا عندي مسطحات مائية وممرات بتساعدني في التجارة، علشان كده عندي أهمية اقتصادية كبيرة. المسطحات والممرات زي ايه؟ عندي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، عندي مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق، وعندي قناة السويس. طب الممرات دي بتساعدني في ايه؟ او ايه اللي بيترتب عليها؟ أهميتين أو حاجتين حلوين حصل الوطن العربي. أولا إن أنا عندي الوطن العربي بقى من أهم الطرق التجارية العالمية في العالم كله، كمان بقى مطمع للسيطرة على ايه؟ على ثرواته.
طيب اتكلمنا كمان عن الأهمية الثقافية وقلنا ان احنا عندنا أهمية ثقافية وحضارية. الدليل على كده ان احنا عندنا حضارات كتير زي الحضارة المصرية القديمة، وعندي حضارة بلاد العراق القديم. طيب بالنسبة للأهمية الدينية قلنا ان احنا عندنا 3 ديانات و3 أماكن مقدسة زي اليهودية والمسيحية والإسلامية، والأماكن زي الكعبة المشرفة في السعودية وكنيسة القيامة في فلسطين والأزهر الشريف في مصر. وبكده نكون خلصنا الدرس الأول في الدراسات. استنوني في الفيديو الجاي نحل أسئلة الدرس. ذاكروا كويس جدا واستعدوا، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا باللايك والاشتراك علشان يوصلك كل الدروس والأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.